السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن الديب فريزر بشكل خاص، هنتكلم عن ديب فريزر كريازي، هنتكلم عن عيوب ومميزات الديب فريزر، وبرضه هقول لكم في نهاية الحلقة رأيي الشخصي في الديب فريزر. فلو أول مرة تشوفنا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة، وبرضه خد لفة في القناة عشان لما تنزل تشتري أي حاجة من السوق يبقى عندك فكرة أنت بتشتري إيه. يلا بينا نشوف معانا إيه النهاردة. قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة هسيب لكم تحت في صندوق الوصف، كنت عامل حلقتين قبل كده عن الديب فريزر. هسيب لكم تحت حلقة عن ديب فريزر الكترو ستار، وهسيب لكم عن افضل 5 انواع ديب فريزر موجودين في السوق، هيكونوا تحت في صندوق الوصف وهيظهر برضو جنبي في علامة الاي. دلوقتي هنتكلم بشكل عام عن شركة كريازي. كريازي مش شركة واحدة، بتكونوا 5 شركات. بتكون شركة متخصصة في صناعة الثلاجات، وشركة هندسية، وكريازي إلكتريك، وكريازي للأجهزة المنزلية. سنة التأسيس بتكون 1985. طبعا شركة رائدة في السوق المصري من زمن كبير. طبعا أشهر منتج بتعمله هي تلاجة كريازي اللي موجودة في كل بيت تقريبا. دلوقتي هنتكلم معاكم عن مميزات ديب فريزر كريازي. أول ميزة معانا هي التصميم بتاع الديب فريزر، بيكون مناسب لجميع البيوت. طبعا بيكون في منه الوان كتيره جدا واحجام كتيره جدا، وشكله بيكون مناسب مع كل الديكورات. اهم ميزه في ديب فريزر كريازي ان هو بيكون موفر للكهرباء. طبعا ده بسبب ان الجسم الخارجي بيمنع درجه الحراره العاليه انها تخش جوه الديب فريزر فتاثر على الموتور نفسه. برضو من مميزات ديب فريزر كريازي ان فترة التجميد بتاعته بتكون عالية نسبيا عن بقية الديب فريزر. برضو الميزة في ديب فريزر كريازي ان بيكون فيه مروحة لتوزيع الهواء داخل الديب فريزر. طبعا ده مش في جميع موديلاته، في موديلات معينة المروحة بتقف اوتوماتيك عند فتح الباب. برضو من مميزات ديب فريزر كريازي خاصية التجميد السريع، بتجمد الطعام في فترة اقصاها نص ساعة. بيكون في مؤشر لدرجة الحرارة في كل درج. برضو بننبه ان الخاصية دي مش في كل الموديلات. طبعا هي خاصية ترفيهية شوية لان كل درج تقدر تظبطي الحرارة بتاعته وبيشيل ايه وبيجفف في قد ايه، فهي انا شايفها ميزة ترفيهية شوية. في خاصية جميلة جدا برضو ان في حالة سبتي الباب مفتوح درجة التبريد بتفصل اوتوماتيك، مش بيشتغل والباب مفتوح. طبعا ده بيوفر طاقة كبيرة جدا وبيحافظ على العمر الافتراضي بتاع الموتور. برضو في ميزة مهمة جدا، الموتور بتاعه بيشتغل في الأماكن اللي زادت درجة حرارة عالية. يعني مثلا لو الشقة حرارتها عالية فالموتور مش بيتأثر بالمشكلة دي، خصوصا ان جودة الجسم الخارجي بتاع الديب فريزر عالية جدا. طبعا دي ميزة جميلة جدا في بلد الصعيد طبعا، والمحافظات اللي بيكون فيها الرطوبة عالية جدا، درجة الحرارة تكون عالية جدا. دلوقتي هنتكلم معاكم عن عيوب ديب فريزر كريازي. اول عيب معانا هو صوت الموتور. صوت الموتور بيكون مرتفع زيادة عن اللزوم، صوته بيكون عالي. طبعا النقطة دي مش بيقولها البياعين خالص. تاني عيب في الديب فريزر هو الجلدة اللي بين الباب وبين الديب فريزر نفسه، اللي هي الجلدة اللي بتقفل بين الباب والديب فريزر، بتكون ضعيفة شوية وأوقات كتيرة بتتخلع. طبعا ده مش في كل الموديلات، بس بصراحة خدمة ما بعد البيع بتكون كويسة جدا ومش بيتأخروا في النقطة دي. طبعا لازم نتأكد من ان احنا قفلنا الباب كويس، عشان اي تسريب للهواء بيكون غلط جدا وبيبوظ الفريون بتاع الديب فريزر. سعره بيكون مرتفع بعض الشيء، بس دي مش عيب في الديب فريزر كريازي بس، دي عيب في كل حاجة تقريبا. كل حاجة ارتفعت بشكل جنوني. بس العيب هنا ان مدة الضمان بتكون 5 سنين بس، مقارنة بمنتجات تانية بتكون 10 سنين. طبعا تضرب الاقوال في خدمة ما بعد البيع، بس هي كويسة جدا وبصراحة هما مش بيتأخروا. ديب فريزر كريازي بيكون في منه ال4 درج وال5 درج وال6 درج. الاسعار بتبدأ تقريبا من 4500 جنيه بتوصل ل 8000 جنيه. بالنسبة لرأيي الشخصي فديب فريزر كريازي من الديب فريزر محترم جدا. هو ممكن بس يعيبه ان في بعض الموديلات المانوال اللي فيها زراير بيكون الزراير ضعيفة شوية، فبتحتاج استخدام كويس جدا. يعني تعامل مع اطفال بلاش، بتحتاج استخدام خاص. بالنسبة للموديلات اللي فيها شاشة ديجيتال فهي بتكون كويسة جدا. بشكل عام هو تقييمه يعتبر من جيد لجيد جدا، ده بيكون رأيي الشخصي. لو حد عنده رأي تاني ممكن يتواصل معانا او يسيب لنا في الكومنتات عشان كلنا نفيد بعضينا. وفي النهاية يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله اشوف حاجة كتيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.